السلام عليكم. نرحبوا بمشاهدينا ومشاهدات الكرام. اليوم ان شاء الله غنوجدوا لكم فقاس بلدي. بالنسبه للمكونات: 3 البيضات، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، خماره، فاني، 2 معالق ديال المزهر، معلقه كبيره ديال الكونفيتير، 2 معالق ديال الزبده، شويه ديال الملحه، 2 معالق ديال النافع حبة حلاوة، 100 غرام ديال اللوز مهرمش، 100 غرام ديال الجنجلان. وبالنسبة للدقيق كنبقاو نجمعو تيتجمع لنا الخليط ديالنا. وبالنسبة للتزيين عندنا صفر بيضة ومعلقة ديال بودر كاكاو. بالنسبة لعملية التحضير كنديرو 3 البيضات، نزيدو معاهم السنيدة، الزيت، نضيفو 2 معالق ديال الزبدة، معلقة ديال الكونفيتير، كنضيفو المزهر. بالنسبة للملحة كناخدو غير شوية. نمزجو المكونات بعد ما مزجنا المكونات كنضيفو الفاني، الجنجلان، اللوز، و2 معالق ديال النافع حبة حلاوة. كنعاودو نمزجو. بعد ما تمزجات المكونات كنضيفو طحين حتى تبدا تجمع. ومن الافضل متكونش مفلوقه ومتكونش خفيفه. بعد ما ضفنا الدقيق في الاخير كنزيدو خميره وكنجمعو الخليط. بعد ما وجدنا الفقاس غنحاولو ندخلو يطيب، مي الفران يكون سخون يكون بارد. بعد ما يطيب كنفضلو غير نص طيبه ونغطيوه. من الافضل نخليوه يبارد حتى لغد الليل عاد باش نقطعوه ونكملو ليه الطياب ديالو. الان كيف ما كتشوفوا بعد ما طيبناه نص طيبه غادي نقطعوه وندوزو للمرحله النهائيه في الطياب ديالو. بعد ما قطعنا الفقاس غادي ندخلوه يكمل نص طيبه الثانيه ونخرجوه ونشوفوه كيفاش جا مع بعضياتنا. الان بعد ما كملنا الطياب ها هو فقاس وجد. كنتمنى تجربوه وبالصحه والعافيه.